عليكم ورحمة الله لأحلى متابعين بالعالم. اليوم شباب رح تكون تجربتنا غير، سيارتنا غير، مثل ما شايفين معنا اليوم الوحش الإنجليزي رانج روفر. طبعا شباب قبل ما نبلش نحكي عن السيارة حابب أسألكم سؤال: كمية هالأناقة وهالجمال شو ممكن نعطيه لقب؟ اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات. قبل ما نبلش نحكي عن تفاصيل السيارة حابب احكي شوي لمحة عن تاريخ السيارة. طبعا كلياتنا بنعرف انه رانج روفر هي واحدة من اعرق واشهر انواع سيارات الدفع الرباعي اللي مرت عبر التاريخ. طبعا هي بتعتبر السيارة الثانية بعد الجيب الشهيرة اللي كلياتنا بنعرفها، يعني نوعا ما بتحتل المرتبة الثانية بسيارات الدفع الرباعي. طبعا لاند روفر انتجت اول سيارة ببريطانيا بشركة روفر البريطانية، ومع الزمن مع الايام تحسنت مبيعاتها، تحسنت فرص انتاجها بالسوق العالميه. هذا الشيء خلاها تنتج فئات جديده اكثر، متوسعه اكثر، جميله اكثر من فئات لاند روفر، رانج روفر او الفئات الاخرى المتوفره منها. سيارتنا اليوم مثل ما حكيت سيارتنا هي حتكون غير، سيارتنا رانج روفر سبورت. طبعا انتم شايفينها اكيد. حنحكي عن كل تفاصيلها، حنحكي عن كل الامور. اذا حابين تعرفوا كل التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير. طبعا شباب مثل ما حكينا ببداية الفيديو تجربتنا اليوم راح تكون لسيارة رانج روفر سبورت الجديدة. بس الشيء اللي انا لسه ما حكيته ابدا عن هي السيارة انه السيارة مزودة بمحرك هايبرد. شو معنى هالكلام؟ يعني السيارة فيها محرك احتراق داخلي بالاضافة لمحرك كهربائي. طب ليش رانج روفر عم تعمل هي الشغلات؟ يعني شو السبب؟ كلياتنا بنعرف انه السيارات او سوق السيارات العالمي متجه حاليا باتجاه المحركات الكهربائية او المحركات اللي بتحافظ على البيئة اكثر. فاغلب السيارات او اغلب الشركات بلشت تنتج سيارات بمحركات هايبرد، بس صاروا يتسابقوا على القوه، انه اي سياره نحن حنصنعها بمحرك هايبرد تكون قوتها اكبر. مثل ما شايفين اليوم سيارتنا او سياره رانج روفر اللي معنا اليوم مثل ما حكيت محرك هايبرد، محرك هجين. المحرك الاحتراق الداخلي بيعطيني قوه 300 حصان. هو محرك 4 سلندر، متخيلين انه محرك 4 سلندر بيعطيني قوه 300 حصان؟ اصبح راح يكون مصروفه جدا قليل. بينما محرك الكهربائي، المحرك الكهربائي فهو محرك بيعطيني قوة 104 حصان. بنجمع المحركين مع بعض او بنجمع العزمين مع بعض بتولد عندي عزم نهائي هو 404 حصان. هذا الشيء يعني هذا الرقم مفترض يكون هيك. ليش؟ لانه رانج روفر من البداية عودتنا على الارقام الكبيرة، على القوة الحصانية الهائلة. وكذلك الامر انه السيارة بمحرك السيارة جاية دفع رباعي او هي دائما دفع رباعي، فضروري تكون بهذا الشكل. بالنسبة لشحن السيارة أو طريقة شحن السيارة ففي عندي هون فتحة صغيرة حطت لي إياها لاند روفر. عن طريق هاي الكبسة بتفتح عندك فتحة الشحن، أنت بتوصل السيارة طبعا معها إقبال الشحن، بتوصلها على أي مقمص كهربائي عندك بالبيت أو بالكراج، بتشحن السيارة وبتولد الكهرباء البطاريات الكهربائية. هلا بنحكي عن التغيرات اللي صارت على السيارة أو شو الأمور اللي تغيرت بالسيارة من واجهتها من الأمام. أول نظرة لأي شخص بشوف السيارة من برا حيلاحظ كلمة رانج روفر المكتوبة عندي باللون الأسود اللي عاطية عن جد جمالية جدا هائلة. بينما الشبك الأمامي هو ما تغير، بس مع ذلك حاطين اللون الأسود فيه عاطي كمان جمالية. السيارة كلها باللون الأسود، شيء كثير مميز. الأضواء الأمامية أضواء LED جدا روعة. لما بتشتغل الأضوية بالكامل، لما شغل الرباعي رح ورجيكم إياها بعد شوي، بتشوف اضواء عن جد جدا 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 روعه، بتعطي السياره هيبه، بترفع السياره لمستوى كبير من الاناقه والجمال. وهذا الشيء اللي عشاق رانج روفر او الاشخاص اللي متعودين على سيارات رانج روفر بدوروا عليه، يعني توب فخامه. هذا الشيء اللي بدنا اياه. هلا حنروح نشوف السياره من الجنب، نتعرف على باقي الامور والتفاصيل الموجوده فيها. كملوا معي. طبعا السياره شباب من الجنب ما كثير تغيرت، حصلت عليها شوي تغيرات، يعني صارت الأجناب تبعها أو الأبواب الجانبية صارت انسيابية أكثر، وهذا كله له علاقة بالإيروديناميك اللي أنا بدي إياه للسيارة. صار عندي هون هي الحركة الصغيرة، طبعا هي مسكرة، هي فيك يعني، بس مع ذلك عاطية جمالية للسيارة. يعني مع ذلك لما تطلع أنت على السيارة من الجنب بتشوف إنه أوكي تمام، هن عاملين فيها حركة مشان تبين السيارة كمان سبورت أكثر.
طيب الامور الثانيه، عندي مرايه حجم عائلي عن جد كبيره، وهذا الشيء رح يشوفه الشخص اللي بيكون عم يسوق السياره بالداخل، بيطلع على المرايه. يعني انت بدك من سياره ثانيه مرايتين مشان تصير بحجم هي المرايه. على كل، عندي هلا دولاب او جنط بحجم 21 بوصه. متخيلين انتم الحجم؟ يعني دولاب عن جد جدا كبير، دولاب الومنيوم، الجنط الومنيوم عفوا، ملون باللون الاسود. عندي شعار لاند روفر بوسط الدولاب، عاطي جماليه، عاطي عن جد هيبه للسياره، رافع السياره بحيث انه يبين لك انه هي سياره من العيار الثقيل، او سياره من الميازه العظمى اللي انت بدك اياها. وهذا الشيء اللي احنا عم ندور عليه. تعالوا نشوف هلا مع بعض خلفيه السياره، او نشوف الباكاج تبع السياره ونحكم عليه مع بعض. تعالوا معي. طبعا شباب، نحن مثل ما حكيت من شوي جايين لنشوف السيارة كيف شكلها من ورا، او كيف منظرها صار. اول شيء رح نلاحظه هو شعار لاند روفر الموجود عندي بالجنب، اسم رانج روفر باللون الاسود اللي عاطي السيارة عن جد جمالية. الجناح اللي حطوا لي اياه هذا هون اللي عاطي عن جد طابع رياضي، بخليك تعرف انه السيارة رياضية. عندي 2 اكزوست كبار حقيقيين طبعا، مو مثل ما شفناها بحلقه ماضيه للسياره، ما بدي اذكر السياره، كانوا فيك، بس مع ذلك هون موجودين حقيقيين. عندي الحركه الموجوده عندي هون تبين لك انه السياره عن جد رياضيه، بالاضافه لاضواء LED باللون الاسود، مو مبين عندي لون احمر غير هذا الخط اللي هون، باقي ما تبقى اذا ملاحظين كله مفيم ومعمول باللون الاسود. طيب هلا بدنا نشوف الباكاج، شو الحجم تبع الباكاج وشو ممكن انا احمل فيه. طبعا الباكاج كهربائي، بيفتح بطريقه كهربائيه. انتم ملاحظين الحجم الهائل الموجود عندي هون. الامور الموجوده عندي بالباكاج طبعا بتجي من الوكاله، من الشركه نفسها. عندك العلبه اللي بيكون فيها كابلات الشحن، خلينا نشوفهم مع بعض. هي الكابلات اللي انت لازم توصلها لشحن السياره. الامور الثانيه الموجوده بالباكاج عندي هون، في عندي هون فتحه 12 فولت، يعني فيني اوصل منها الثلاجه او اوصل اي شيء بيكون معي. طبعا انتم ملاحظين انه السياره فيها تكييف كمان بالنسبه للباكاج، هذا الشيء كثير مميز. الزرين اللي عندي هون، هدول الزرين شو وظيفتهم؟ هدول الزرين بيخلوني ارفع السياره او انزلها مشان التحميل والتنزيل. رح نجربها مع بعض مشان تشوفوها. ما بعرف اذا رح تبين، اكيد منتبهين انه السياره عم تنزل. هلا حارفعها. يعني شيء ولا اروع من هيك. حرجعها مثل ما كانت. بالنسبه لتسكير الباكاج، تسكيره كهربائي، بتضغط على الزر الموجود عندك هون بتسكر من تلقاء نفسه، كمان ما في داعي انك تبذل اي جهد لتسكيره. بهيك بنكون نحن خلصنا الشكل الخارجي للسياره. حنفوت هلا على المقصوره الداخليه، حنشوف اولا المقصوره الخلفيه للسائق. كملوا معي. شباب، بالنسبة للمقصورة الداخلية الخلفية اللي نحن موجودين فيها حاليا، أنا صراحة أول ما قعدت فيها حسيت إني أنا قاعد بقصر متحرك. ليش؟ يعني أول شيء أنتم بتلاحظوا الجلد المعمول منه الكراسي، الألوان اللي مدخلينها، المساحة اللي عندي إياها أنا قدام رجلي اللي بتخليني عن جد قاعد مرتاح وبتحرك بكل ريحية من دون أي نوع من ضغوطات أو ضيق أو أيا يكن. تكييف عندي منعزل عن التكييف الامامي، يعني انا فيني اختار التكييف اللي بدي اياه وحط الحراره اللي بدي اياها من دون ما اضطر اني احكي مع السائق خلي السائق يحط التكييف من عنده. عندي فتحات ال5 فولت مشان الشحن، يعني عندي فتحات USB بشحن عن طريق الموبايل من دون ما اضطر احكي مع السائق او انه اطلب منه يشحن تليفوني عنده او ايا يكن. نجي على الجنب تبع الباب، اذا ملاحظين انتم كميه الاناقه الموجوده عندي مسكات الباب باللون الفضي مطعمين باللون الاسود. عندي 2 بفلات على البواب للصوت، يعني جودة الصوت جدا مو طبيعية، كتير حلوة. بغض النظر عن التكييف الموجود عندي بالوسط، بغض النظر عن هذا التكييف الموجود عندي كمان تكييف فوق، يعني انا ما فيني اتكيف كمان من تحت، كمان في عندي تكييف من فوق. هذا الشيء كمان كثير مميز، كثير حبيته، باضافه للتكييف الخلفي اللي راكب على الباكاج.
وعدا عن ذلك كله اذا كانت الدنيا صيف عندي فتحة سقف بانورامية، اذا ملاحظين بتوصل لهون، يعني كل السقف بيفتح لعندك لهون، يعني انت حتفتح عندك جدا فتحة هائلة بالسقف، هتقعد وانت مرتاح. يعني عن جد شيء ولا اروع، كمية رفاهية، كمية جمال، كمية يعني ضايفين كل الامور اللي لازم يضيفوها على السيارة. يعني حتى السقف عاملينه شاموا، يعني نوع القماش بالاضافة للالوان، بالاضافة للبفلات، الالوان موجودة عندك هون. كمية رفاهية مو طبيعية يا شباب. يعني بعرف انه هي السيارة حلم كثير شباب، ان شاء الله بتحقق احلامكم، وكل واحد بيكون بده هي السياره عن جد يحصلها، انه هي السياره بتستاهل. حنشوف المقصوره الاماميه للسائق، كملوا معي. شباب نحن هلا بالمقصوره الاماميه للسائق. قبل ما بلش اي شيء طبعا عودتكم اني ورجيكم مفتاح السياره. قبل ما نحكي، في عندي مفتاح القفل، مفتاح فتح السياره، تشغيل الاضواء الاماميه، فتح الصندوق الخلفي، تشغيل الرباعي. طبعا السياره بتشتغل من دون مفتاح سمارت. بنحط المفتاح هون بعلبة الكواب، وهلا بنبلش نحكي عن السيارة حبة حبة. رح شغل السيارة بس مشان تشوفوا الحركة رح تصير هون على الشاشة. هي أول ما شغلت السيارة الشاشة بتتحرك لقدام شوي مشان يصير اتجاه الشاشة مباشرة لعيون السائق، بحيث انه السائق ما يتعذب بالرؤية. طيب نجي هلا نحكي على أهم قطعة موجودة بالسيارة اللي هي الستيرنج. طبعا في عندي ستيرنج سمارت بالكامل. الطرف اليسار منه هو التحكم بالميديا، يعني هذا الطرف عندي التحكم بالميديا. الطرف اللي على اليمين الموجود عندي هون بتحكم فيه، يعني مثلا عندي الازرار اللي هون هي مشان تحديد السرعة. عندي هذا الزر الموجود عليه الخطوط الحمر هو زر الحفاظ على المسار، وزر عدم الخروج من المسار. فيني كانسل، فيني شغل هون تدفئة الستيرنج، كمان شيء كتير مميز خاصة بالشتاء. طبعا في كتير امور انا فيني اعملها. في عندي هون ازرار الشيفت مشان الغيارات، طبعا زائد ارفع غيار، ناقص نزل غيار. هون تحكم بالمساحات الامامية، هون تحكم بالانارة بشكل عام. هون عندي بقى التحكم بالشبابيك او المرايا. طبعا المرايا فيها ميزة النقطة العمياء، يعني في حال كان في سيارة حتمرق من على يساري مباشرة المراية بتنبهني انه لا تمرق او لا تطلع من هون، دير بالك في سيارة جاية، لا تطلع خليك بمسارك. بالاضافة للي حكيت عنه من شوي، تحديد المسار او محافظة على المسار. هي في حالة انا كنت ماشي على الطريق السريع وماشي ضمن الخطوط البيض الموجودين على الطريق كلياتنا بنعرفهم طبعا، تركت الستيرنج او ما انتبهت على الطريق، فبتبلش السياره اي سياره ثانيه تنحرف عن الطريق، يعني شوي شوي تبعد. بس بتلاقي الستيرنج بهيك سيارات فيها هيك ميزه، بتحافظ الستيرنج بحافظ على مسار السياره، يعني السياره ما بتطلع من مسارها بتضل محافظه على نفس المسار. هلا بنكفي. في عندي كمان هون ازرار، للتحكم بوضعيه الكرسي. فيني غير وضعيه الكرسي حسب ما بدي، طبعا بالاضافه للميموري. في عندي 3 ميموري بتحفظ لي وضعيات الكرسي. طيب نجي هلا للشاشة. عندي شاشتين كل واحدة منهم بحجم 10 بوصة، جدا ضخمة، فيها كتير مميزات. حنحكي أول شي عن الشاشة الموجودة هون، بعدين بنحكي عن الشاشة الثانية. طبعا الشاشة هي فيها كل الأمور اللي ممكن أي شخص فينا يحتاجها. في عندي النافيجيشن اللي هو نظام الملاحة، الميديا، والتليفون. طبعا التليفون فيني أوصله عن طريق البلوتوث أو الأبل كار بلاي حسب ما أنا بحب. في عندي امور تانية، في انا مثل ما حكيت عن البلوتوث هون بوصل موبايلي. هون فيني افتح الكاميرا تبعية السيارة، الكاميرا الخلفية. اذا ملاحظين كاميرا عن جد عالية الدقة، شي ولا اروع. يعني انا بحب هيك شي، يعني بحب انه السيارات يكون فيها كاميرا بتحافظ على الجمالية وبتساعد السائق بانه يعمل باركينج بطريقة سهلة. في امور انا لسه ما بعرفها فحاب انه نتعرف عليها مع بعض. حفوت اول شي على الاعدادات، نشوف شو فيها اعدادات السيارة. طيب
اهم الاعدادات الموجوده فيها هي اللي بتحكي عن الشاشه، عن الديسبلاي، الاضاءه تبع الشاشه، وهي الامور اللي نحن ما بدنا اياها. حفوت على القائمه الرئيسيه نشوف شو فيها. طبعا القائمه الرئيسيه مثل ما حكيت فيها النافيجيشن، تليفون، ميديا، البلوتوث، الكاميرا، هي الامور. هلا بنجي على الشاشه اللي تحتها. الشاشه هي اللي بتخليني اتحكم بالتكييف. طبعا مثل ما حكيت انا انه هي الشاشة من تحت فيني اتحكم بالتكييف، من فوق فيني اعمل كتير امور. يعني بضغط هون مثلا فوت على معلومات السيارة. هون عندي وضعيات القيادة، وضعية الايكونومي او وضعيات تانية الديناميك. في عندي هون وضعية بالثلج، هون وضعية متعرجة، هون في عندي الوضعية الصحراوية او بالطين خلينا نقول. هلا اذا ملاحظين اشتغل عندي لما حطيت هاي الوضعية، اشتغل عندي المحرك الاحتراق الداخلي. حغير وضعية، هاي الوضعية اللي أنا بختارها أو السيارة بتختارها اللي هي الأوتو. طبعا فيني غير وضعيات أنا من طريق الشاشة، عن طريق الشاشة الموجودة عندي هون، أو عن طريق الدولاب اللي موجود عندي هون. فيني اختار الوضعية اللي بدي إياها عن طريق فتل الدولاب. برجع على وضعية الإيكونومي لأنه هاي هي الوضعية اللي أنا بحب سوقها. رجعت السيارة هلا على وضعية الوضعية اللي كانت فيها. هلا بنجي نكفي عن موضوع الشاشة. الشاشة بنجي بنكبس هون على كلمة سيتس بالألماني معناها المقاعد. كبسنا عليها، ففي عندي شغلتين. اما انا فيني شغل التدفئة للظهريات تبع الكراسي او للمقاعد مكان ما نحن بنجلس. طبعا هذا الشيء بيرجع للسائق وللراكب كمان. في عندي كمان تحكم بكمية الهواء الخارج او التدفئة اللي بتكون عند الزجاج الامامي في حال كان الجو ثلج. ويعني كتير امور نحن عن جد بتفيدنا. طبعا تدفئة الكراسي مو بس بالنسبة للمقاعد الأمامية، كمان بالنسبة للمقاعد الخلفية. هون مكتوب عندي كلمة هنتن معناها بالألماني الخلف. برجع بكبسها بتصير عندي فورن معناها الأمام، فهي المقاعد الأمامية بالنسبة للسائق والراكب. نجي هون نضغط على كلمة كليما معناها تدفئة أو التكييف. هون فيني أنا أعمل الأمور إما تلقائية مثل ما شايفين كلمة أوتو. طبعا هون فورنة مثل ما شايفين هي بتحكي عن الناس الأمام. إذا كبست على كلمة ساينس معناها أنا بتحكم بكل التكييف بالسيارة. إذا شلت الخاصية هي بصير كل شخص بالسيارة بيختار وضعية التكييف اللي هو بده إياها، وهذا الشيء كتير منيح ما بنلاقيه بغير سيارات. طيب نجي نحكي هلا على الجير. في عندي هون جير أوتوماتيك. طبعا الجير فينا نقول عنه هذا استرونيك لانه انا فيني اعمل شفتات، اني فيني اعمل غيارات من تلقاء نفسي. الجير صاير ب8 سرعات، جدا كتير سهل يعني التحكم فيه. بتضغط على الزر صارت هلا بوضعية دي السيارة جاهزة للاقلاع. طبعا نحن حنمشي فيها، بس حابب اورجيكم الشغلة موجودة هون ما بعرف اذا مبين كتير، واللي هو العداد الرقمي اللي حاطينه عندي على الشاشة. ما بعرف اذا مبين، رح احاول اقرب بلكي بتشوفوه بالكاميرا. تماما هذا هو العداد. حامشي شوي بلكي بتغير الرقم. تماما هذا العداد بخليني يعني عن جد شوف سرعة السيارة بطريقة كتير سهلة. بعرف كتير طولت الفيديو عليكم، بس خلينا نرجع السيارة لورا مشان الطريق ونكفي نحكي عن السيارة ونحط وضعية البارك. تماما نحن كنا عم نحكي عن الجير الموجود عندي هون. حكينا الجير سترونيك من 8 سرعات. طبعا جدا العمل فيه سهل وهذا الشيء كتير مميز. هلا بنجي بنحكي عن الازرار الموجوده عندي هون. زر منع الانزلاق طبعا ما بدي شغله هلا. هذا الزر بخليني اختار نوع المحرك الشغال. اما اختار المحرك الكهربائي او المحرك الهايبرد الهجين. بنجي لهون هذا الزر بخليني ارفع السياره او نزلها حسب ما انا بدي. طبعا احنا ما بدنا اياها هلا. انا هلا قاعد بالسياره وحاسس انه السياره عم ترتفع من قدام من ورا مو بس من قدام. هذا مشان منحدرات في حال كان عندي انا انزلاق او انحدار قاسي، فالسياره بتصير بتخفف من سرعتها. طبعا هذا الزر بخليني اقفل موضوع ارتفاع السياره او تخفيضها. هون فيني اتحكم اذا كنت انا طالع على طريق جبلي كتير، فيني اعرف الامور الموجوده هون. طيب نجي بنحكي عن المميزات او الاضافات الثانويه الموجوده بالسياره. بنفتح هون في عندي علبه اكواب جدا رائعه.
بس اذا بنزيح علبة الاكواب لقدام بصير في عندي مساحة تانية فيني خزن بقلبها مثلا علبة كولا خلينا نقول فرضا، او انينة مي، او ايا يكن. بس يعني انه مساحة كتير مميزة. هنسكر حورجيكم الشغلة التانية الموجودة هون. هون عندي سنادة الايد. فتحنا سنادة الايد، ما بعرف اذا رح تبين عليكم. هون في عندي مدخل ميموري بالاضافة لفتحتين يو اس بي. هون عندي الثلاجة فيني احط فيها اي شيء للتبريد، هيك بشغلها. بس نحن هلا ما بدنا اياها، حنطفيها بنرجعها مثل ما كانت. عن جد اضافة كتير منيحة، يعني اذا انت كنت على طريق سفر وفي شيء لازم تبرده فانت جاهز لكل هاي الامور. هلا بنيجي بنحكي بالنسبة لهذا الزر الموجود عندي هون. هذا الزر شو هو؟ في كتير ناس شافوه ما عرفوا شو هو. الكبسة الموجودة عندي هون اللي فوق بتفتح لي العلبة الموجودة هون. يعني هي مساحة تخزين أولى. مساحة التخزين الثانية هي عن طريق الزر الموجود تحت، تفتح العلبة الثانية. عن جد شيء ولا أروع يا شباب. يعني ما بعرف، أنا حبيت كتير هذا الشيء، حبيت كل الأمور الموجودة بالسيارة. السيارة عن جد تقعد فيها تستمتع بغض النظر عن الإضافات اللي فيها. مجرد الجلوس فيها ارتفاع عن الأرض بيعطيك إحساس ولا أروع. حنشوف هلا الفتحة البانورامية ضافوا لي إياها الضخمة جدا. ما بعرف إذا حتبين بالفتح. هلا فتحناها بشكل كامل. اذا ملاحظين انتم كمية او حجم الفتحة يعني جدا ضخمة، بتدخل كمية ضوء كمية هواء كتير كبيرة. يعني عن جد شيء ولا اروع. هلا حناخد السيارة بجولة. اذا حابين تعرفوا باقي تفاصيل شوفوا السيارة وهي عم تمشي، كملوا الفيديو للاخير. مثل ما حكيت لكم من شوي بدنا ناخد السيارة بجولة، هيك نشوف قيادتها كيف، اسلوبها بالطريق كيف، تحركها كيف. في بعض امور لسه ما حكيت عنها، هي امور السلامة والامان اللي موجودة بهي السيارة. يعني شو الامور الموجودة بهي السيارة؟ حطوها شيء جديد بتحافظ على سلامتي وسلامة الناس اللي معي. طبعا اهم الامور اللي حطوها هو الميزة او التنبيه في حال حدا من وراك قرب، اجسام غريبة قربت عليك من ورا، فالسيارة تعطيك تنبيه. يعني مثلا واحد كان وراك او قرب كتير لعندك وبده يدوب لك، فالسيارة بتنبهك. هذا الشيء كمان بيحافظ على سلامتك. بالاضافة لحكيتها من شوي برجع بقولها، النقطة العمياء بالمراية هي اكثر شيء يعني بتكون خطرة بالنسبة للناس او السائقين الجداد. يعني حتى السائقين القدام ممكن يخربطوا، لانه كلياتنا بنعرف انه المراية ما بتخلينا نشوف 100%. فحطوا هاي الميزة بالمرايات، في حال سيارة اجت من جنبك فمباشرة المراية بتنبهك بتقول لك دير بالك في سيارة جاية اطلع. كمان هذا الشيء بيحافظ على سلامتك. المحافظة على المسار، ميزة الحفاظ على المسار كمان هي شيء كتير حلو، انا كتير حبيته. يعني تمييز، عم يحاولوا يعملوا تمييز بكل شيء انت بدك اياه. انتم ملاحظين انطلاقتها. طبعا السيارة ب 404 حصان. انا حاطها هلا الوضعية العادية، رح اعملها الوضعية الديناميك. وضعية الديناميك، نشوف شو وضعها على الديناميك. هاي الديناميك شغلناها. اوكي، فورد ايكونومي ديناميك. هاي ديناميك. حسيتوني بالانطلاقة العظيمة؟ يعني سيارة ولا أروع. انطلاقتها جدا قوية، محرك 404 حصان. يعني طبيعي يكون فيها هذا العزم الجبار أو العزم الهائل اللي نحن خلينا نقول محتاجينه أو بدنا إياه. نوعا ما الشيء اللي أكثر شيء أنا عجبني هو ارتفاع السيارة عن الأرض. ارتفاع السيارة عن الأرض لحاله بيعطيك احساس بالذوق، احساس بانك انت متميز بسيارتك بالطريق عن غيرك. يعني ركبت كثير سيارات ليموزين، ركبت سيارات كومبي، كثير انواع سيارات ركبت، بس اكثر سيارة استمتعت بقيادتها هي عن جد سيارة الرانج. لانه السيارة بتحافظ على الاناقة، على التمييز، بتخليك عن جد متميز انت عن غيرك بالطريق. بغض النظر عن كل شيء، القوة الجبارة اللي موجودة بهي السيارة بتعطيك إحساس رائع، بتعطيك عن جد شعور روعة. الستيرنج الموجود عندك هون، الشاشات المتوزعة بالسيارة،
وسائل الامان، كل الامور بتخليك عن جد تستمتع. انتم سمعانين الصوت لحال الصوت يعني بيعطيك هيك جاذبية اكثر للسيارة، يعني شيء ولا اروع من هيك. حسكر الشباك البانوراما مشان تحسوا بصوت المحرك وقوته. راح اعزم لها هون شوي على الخفيف نشوف انطلاقتها. طبعا السيارة هلا ماشية بسرعة 10 كيلومتر بالساعة. هخليها 0 وننطلق. 1 2. انطلاقة جدا عظيمة سريعة وكتير قوية، يعني أنا بعطيها هي السيارة 100%، أقل من هيك ما فيني أعطيها. المهم شباب، اللي هلا بدي اياه منكم اللي مو مشترك بالقناة يشترك، تحكوا لي كيف شفتوا التجربة، عجبتكم، حبيتوها، كيف شفتوا الرنج، أكيد ممتع ما هيك. اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات واستنوني فيديو جديد. كان معكم أحمد جراد من قناة انجن اند كارز، كل التوفيق، بأمان الله.